السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. هنعمل مع بعض النهاردة البليلة أو الغلة باللبن. تحفة. نعملها بطريقة بسيطة وسهلة غير الفايدة بتاعتها والنظافة بتاعتها. خليكم معايا لآخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. صلوا على النبي ونسمي الله ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي مع بعض. انا معايا كوبايتين غلة، كوباية شوب او كوباية مج كبيرة. تمام. نقيت الغلة كويس جدا. تمام، من اي شوائب او طوبة او طينة او اي حاجة، وغسلتها كويس جدا مرتين 3. وبعد كده هجيب حلة احط فيها الغلة اللي انا غسلتها، احط عليها مية تانية عشان لو في اي قشرة بقى تعوم على الوش، واعرف اصفي الغلة كذا مرة من اي شوائب فيها، وتبقى عايمة على الوش وتبقى ظهرالي كده ان المية صافية وان الحبوب بتاعتنا نطفت تماما. انا هسيبها بتاع 2 منقوعين في المية بعد ما غسلتهم كويس جدا. تمام. وبعد ما بتتنقع 2 انا بصفي ميتها تاني واملى مية نضيفة زي ما انتوا شايفين كده. صفتها مرة وهملاها مرة كمان بدون ما احط ايدي بقى. اظن واضح قدامكم ان الغلة نضيفة جدا والمية صافية جدا، وده اهم شيء. هرفعها على النار يا دوبك تدي غلوة واطفي عليها. اول ما تدي غلوة كده هطفي عليها. صلوا على النبي يا جماعة. بعد ما طفيت عليها هسيبها حوالي 6 ساعات. اعملها بالليل واسيبها لتاني يوم لحد ما ابص الاقي الغلة بتاعتنا ما شاء الله مش سخونية، استوت وبقت حبتها مفتوحة زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. يا رب تكون واضحة قدامكم. بعد كده هجيب كيلو لبن بخيره طبعا بقشطته بكل حاجة، اضيفه على مية الغلة بالغلة عادي جدا زي ما انتوا شايفين كده، واقلب كويس قوي وارفعه على النار يستوي بقى شوية حلوين مع اللبن وهو بيغلي. واضيف سكر طبعا على حسب الرغبة. انا الكمية دي حطيت عليها تقريبا 5 معالق سكر، واللي يحتاج ممكن على الطبق اللي بياكل فيه يحط على قد ما هو عايز. تمام كده. تقريبا ظرف فانيليا او ظرفين فانيليا برضو بيفرق في الطعم، بيبقى تحفة. بس انا عندي فانيليا بودر سايبة كده، انا بجيبها وبستخدمها. حطيت منها ما تجيش كده على سن المعلقة، واقلب لحد ما تغلي زي ما انتوا شايفين كده. وكده البليلة بتاعتنا جهزت. ان شاء الله باذن الله هعملها لكم بطريقة العاشورة باذن الله، برضو بالبليلة واللبن، بس هنعملها عاشورة. وده كان الطبق بتاعنا النهاردة، بليلة باللبن. تحفة، طعمه يجنن، ورشة الفانيليا دي بتفرق جدا. ويا رب تكون عجبتكم، وألف هنا وشفا على قلوبكم. والسلام عليكم.